هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. طبعا اليوم احنا وياكم بهذا الفيديو لتصوير السفرة الرمضانية. طبعا اليوم سفرتنا متكونة من شوربة العدس والزلاطة والبيتزا. طبعا الاول نسوي مقادير البيتزا اللي هي اول شيء الصلصة اللي هي متكونة من الطماطة والبصل المبروش، طبعا هو الطماطة، والعشرة فصوص من الثوم، ملعقة واحدة من المعجون، نحمسهم، نضيف لهم 7 بهار، نتركهم على النار حتى نحس انه هم ها هي حمسوا جيدا. الآن حبايب قلبي نفرد الصلصة على عجينة البيتزا بعد ما فردناها بالصينية وخليناها ترتاح تقريبا 3 دقائق 5 دقائق. هاي الفترة راح نفردها. وهنا اللي هو البصل، الطماطم، الفلفل، نحط لهم شوية ملح وفلفل الحار حسب الرغبة. احنا شوية نحبها سبايسي، فراح شلون ننثر المكونات عليها. والآن حبايب قلبي راح نحط اللحم المفروم مع الكرفس بعد ما حمسناه والبصل، فراح ننثره على البيتزا. راح نوزع الخضروات عليها بشكل منفرد هيجي. هسه بعد ما فردناهم راح نضيف لها الجبن. هسه نضيف لها يا ماما لو لا؟ هسه راح نضيف لها للبيتزا. طبعا نوعية الجبن التي تعرفوها، طبعا لازم خاصة بالبيتزا. نوزع الجبن على كل نواحيها بالتساوي. وهسه حبايب قلبي حندخلها الفرن على درجة حرارة 200. طبعا يحرص على الحرارة. وهسه حبايب قلبي حندخلها الفرن على درجة حرارة 200. طبعا يحرص على الحرارة. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وصيام غدا نويت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فطرنا الحمد لله. والآن حبايبي مع ختام حلقتنا ونقولكم مع ألف سلامة، تحياتنا لكم.